هيثم اليعيسي شاب موهوب يجيد الاختراع رغم ظروف النزوح التي تعيشها عائلته، إذ لم تقف هذه الظروف عائقا أمام اختراعاته التي فاجأ الآخرين بها. كل ما صنع أو اخترع أي حاجة أشوف ألاحظ عليها فيقوم في تكريرها أي تطويرها إلى مرتبة أعلى، ولكن الإمكانيات رغم الأمور هذه إن شاء الله بيتم الدعم له في الأمل بالله أولا كثير جدا، ثم بعد ذلك سيتم عون الله ويخترعهن إلى مجسمات أكبر إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا نموذج واحد لمجسم كشف من خلاله الشاب هيثم عن إمكانيات أخرى، ولكن في مجال تصميم وصناعة المجسمات ثلاثية الأبعاد. الطالب هيثم شاب موهوب ولديه موهبة وعنده إبداع، وكل ما يقوم به هذا جهد شخصي وهو بحاجة إلى من يحتويه. سنوات مضت ظل خلالها هيثم يحاكي في ابتكاراته صناعة المركبات والدراجات، حتى جاء هذا العمل الهندسي بتفاصيله الدقيقة والجميلة ليكشف عن مصمم ومهندس معماري قادم. هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعني أنا لدي مواهب وأتمنى من الجهات المختصة والداعمين يعني أن يلفتوا نظرهم إلى هذه الإبداعات، يعني كونها إبداعات يعني تستحق الدعم والتشجيع، وإن شاء الله مع الوقت نطورها حتى تصبح يعني مع الواقع وتفيد الناس وتفيد يعني بالمستقبل. يطمح هيثم ومن على شاكلته إلى مستقبل واعد في حال استقرت الأوضاع، ما قد يدفع في تشجيع وتحفيز الموهوبين وتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية، بيد أن مثل هذه الآمال قد لا ترى اليد التي تساعدها على النهوض. محمد مريسي، قناة بلقيس، محافظة الضالع.